اهلا وسهلا بكم. واش مبروكات، نتمنى بالصحه والسلامه وبالرزق وبالتيسير ان شاء الله، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وخصوصا مع هذا الجو البارد. الله يرحمنا بشي شويه ان شاء الله يا ربي. اليوم جيناكم فيديو جديد اللي هو كيكه ديال الكنافه. شويه مختلفه على الكيكات اللي تعودنا عليهم. هذه كتجي رائعه جدا شكلا ومذاقا. تتابعوا معايا المراحل والمقادير وغتشوفوا كيفاش الطريقه. اول حاجه غادي ناخذ المول اللي غادي نديرو فيه هذه الكيكه، غنغلفوه بالورق الطهي وغادي نحطوه. غناخذوا الزبده، غندوبوا 100 غرام ديال الزبده، غندوبوها مزيان حتى تحيد من هذاك الحليب اللي فيها، وندهنوا بها الكنافه. اللي فكيناها واحد شويه، حليناها، نحاولوا ما بيناش تبقى طويله بزاف ما نقطعوهاش بزاف، بينو بين كما كتشوفوا في الصوره امامكم. غنحاولوا ندهنوا بها الكنافه كما كتشوفوا امامكم، باش بغيناها ملي نسرحوها في المول ونديروا عليها الكيك تجينا مقرمله، ما تجيناش معجنه. هاد الزبده هذا هو علاش خصنا نديروا هاد الزبده من الاول هكا بهذه الطريقه، كتعطينا واحد القرميله. ملي غادي تجربوا ان شاء الله هاد الكيكه وتصاوبوها غادي تعرفوا كيفاش شنو علاش درنا لها هاد الطريقه هكا بالزبده. غندهنوها مزيان، نحاولوا ندخلوها فيها، ونعاودوا نشدوا المول حتى هو ونكبوا فيه شويه الزبده وندهن، ونحاولوا ندوزوها فيه كامل. انا هنا غنخدم هي بيديا عادي، لان باش ندوزو الزبده في هذوك الجناب كاملين بغيناها تعطينا واحد القرميله، وهذيك الزبده كتقرمل الكنافه، لان هذاك هو اللي كيعاونها فاش كتجي مقرمله. كما كتعرفوا تقدري ديري اما الزبده وتقدري ديري السمن المذوب اللي متوفر عندك، اما السمن المذوب اما الزبده 100 غرام. كنحاولوا نديروها بهذا الشكل هكا، نستفوها في المول ديال الكيك في الجناب. كنبداو بالجناب هما الاولين كما كتشوفوا قدامكم، وكنبقاو في نفس الوقت كما كنستفوها كنفكوها شويه باش يدخل فيها داك الزبده اللي ذوبنا. تعطينا هذيك التقرميله. علاش كنفكوها شويه حتى نبقاو حتى كنكملوا بهذا الشكل هكا اللي كتشوفوا. الزبده اللي بقات لينا كبيناها في الوسط، ها هي كما شفتوا، بشويه بشويه حتى كملنا التستيفه ديال الجناب ديال المول. واللي بقى درناه سرحناه في الوسط، غطينا غلفنا المول كامل بهذاك الكنافه. غناخذوا الطحانه، غنجيبوا كاس ديال القرقاع اللي حمرناه واحد شويه وهرمشناه كما شفتوا. غنجيبوا 7 ديال التمرات، نص كاس ديال الزبيب. كما قلت لكم كاس ديال القرقاع اللي حمرناه شويه في الفران، 7 ديال التمرات، نص كاس ديال الزبيب، وغنطحنوهم مزيان حتى كيوليو بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا امامكم على شكل عجين. هذاك التمر راه كيتعجن دغيا، ها هما كما شفتوا. دابا غناخذوا واحد الزلافه، غنديروا فيها رشه ديال الملحه، هي الاولى غنبداو بها دائما شويه الملحه. كاس ديال دانون مسوس اللي خديت انا هنايا على حسب، لانني دايره التمر حلو والزبيب حلو، هذاك الشيء باش درت بحسابها خدينا دانون مسوس باش يعود. هي ما غاديش تجي حلوه بزاف، ولكن من الاحسن دانون مسوس. غناخذوا 2 ديال الساشيات ديال الفاني. انا هنايا درت الفاني كتير بيناها باش يعطينا المذاق، يعزز لينا المذاق ديال التمر والزبيب والقرقاع، ما يجي غالب على هذيك الحروريه ديال شويه القرقاع كتجي فيه واحد الحروريه. داكشي باش درت الفاني كتير. غنزيد عليهم كاس ديال سنيده. العبار اللي باش عبرت انا هنا كاس ديال العنبه، كاس ديال سنيده اللي زدنا. غندير 3 ديال البيضات هنايا، ونهرسو بوحده بوحده، وغادي نضيفوهم 3 ديال البيضات اللي غادي نديرو هنايا. هاد الكيكه بصراحه كتجي زوينه ورائعه، نتمنى تجربوها. راه كتجي واحد لا شكلا ولا مذاقا، مغاير، شكل مغاير شويه، وكتجي راقيه وهمويه في الحطه، كتجي ديال النهار الكبير. صراحه نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، فعلا تجي زوينه بزاف بزاف، وحتى في المذاق ديالها كيجي رائع. صدقوني غادي تجربوها غادي توليو مدمنين على هاد الكيكات، دائما خاصكم ديروها. انا كما شفتوا جبت انا غير الفوي، ما غاديش نخدم لا طراب كهربائي لا والو، غير الفوي غادي نخدم بها هاد الكيكه. كاس ديال الزيت حتى هو غادي نضيفوه في الاخر بعد ما خدمنا البيض مع السنيده الفاني وشويه ديال الملحه. غنزيدو هنايا 2 كيسان ديال الدقيق. الطحين اللي درت انايا درت طحين الفورس، غنزيدو 2 كيسان اللي غنديرو. هذاك الكاس هو قياس كاس ديال العنبه في العبار، بحال القياس ديال كاس العنبه هذا الكاس هو كيعطينا داك العبار. 2 كيسان ديال الطحين غادي نخلطهم بشويه بشويه
غادي نخلطهم حتى يمتزجوا مع بعضياتهم، وغنجيب داك الكركاع اللي طحنت هو والتمر والزبيب. دائما التمر الا بغينا نديرو بالفرد، 5 7 9 بحال هكا. الا دوبلتي الكميه ديال هاد المقادير اللي غديري، مثلا بغيتي كميه كثيره عندك الناس سميتو، كتقدري ديري بالفرد. التمر دائما ديريه بالفرد كيجي مزيان. غنجيبو هنايا 3 ديال الخمارات حمرين، هما اللي غادي نحتاجو ليهم لهاد الكيكه هذه. غنديروهم بوحده بوحده وغنخلطوا الماجي في نفس الوقت. راه الفران شعلناه في هذه المرحله هذه. دابا شعلنا الفران، درنا على 200 درجه حتى يسخن مزيان. ومني غادي نحطوا فيه الكيكه غادي نحاولوا نقصوا، نجيبوها 180، نديروا الحراره 180. غنشعلوا غير التحتاني حتى كطيب وكتنفخ، عاد كنديروا الفوقاني وتحمر مزيان كما كتشوفوا. هاني دابا خلطت الخماره الزا وجوج كيسان ديال الطحين هما اللي كدونا مع هذاك الخليط. صافي راه تعقدات لينا الكيكه. ها هي كما كتشوفوا قدامكم. كنقولها وكنعاودها دائما، كنكرر نفس الهضره باش بالنسبه للمبتدئات يفهموا اي حاجه اللي درنا في هذه الوصفات البسيطه اللي كنشاركوا معكم. نجيبوا المول، ها هو كما شفتوا قدامكم اللي درنا فيه هذيك الكنافه، وغنكبوا هذاك الخليط ديال الكيكه في هذاك على الكنافه، وغندخلوها الفران مده ديال الطياب 40 دقيقه درجه 180. تتحمر من التحت مزيان حتى كيبان لك الجناب ديال هذيك الكنافه بدات كاللون الذهبي ديالها، تنفخات طلعت من الجناب. عاد كديريها الفوقاني باش كتحمر وكيجي فيها واحد اللون رائع. اني دابا درتها في الفران كما قلت لكم، درجه الحراره غنقصوها ملي سخن. الشكل النهائي هو هذا ديالها، هي جبدناها كتجي رائعه لا شكلا ولا مذاقا. بصراحه صدقوني هاد الكيكه كتجي غزاله بزاف بزاف. شويه ديال العسل باش غندهنها من الفوق، تقريبا واحد المعلقه ولا 2 معالق ديال العسل، ماشي ما تكثريش العسل ما تكبيش، شويه تعطينا واحد اللمعان من الفوق. وغادي نزينوها بشويه ديال الكركاع اللي حمرناه حتى هو في الفران. كنمشي معنا غير بشويه لانها باقا سخونه، ولا الا صوبت بالجزربه بهذاك الدهين غادي يطير لينا داك الفوقاني لا مي بشويه بشويه. ملي كتكون سخونه دغيا كيطلق فيها العسل. جبنا شويه ديال الكركاع، ها هو زينا به. التزيين كيبقى دائما لكم اختياري كما كنقول لكم دائما. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وتبارطاجيوها مع احبابكم وتدعمونا باللايكات. وشكرا بزاف بزاف على التعليقات ديالكم اللي دائما كتدعمونا بها، وكنعاودوا نحاولوا دائما نبحثوا على الجديد. شكرا جزيلا. لاي استفسار او تعليق او شي حاجه تراسلونا في القناه ديالنا كما العاده، ونتمنى تجربوا هذه الوصفه. وشكرا جزيلا.